السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعين قنواتنا، قناة يوميات محمد جمال وقناتنا التانية قناة محمد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا فيديو هو طالع ترند اليومين دول، تمام، ومنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وهي لسيدة تدعي انها اسمها هبة. هي سيدة منقبة، هي ست منقبة. معرفش بقى قفشت جوزها ازاي، جابته ازاي، راحت وراه ازاي، عرفت خط سيره ازاي، الله اعلى واعلم. ولكن ده شغل ستات و... وكان لازم تأمن نفسك يا معلم قبل ما تعمل خطوة زي كده. آه... ولكن هو ربك، هو ربك سبحانه وتعالى. ربك لما بيستر الإنسان مرة ويستره التانية ويستره التالتة، بس بعد كده ما بتسترش. المستور بيتكشف وبيظهر لكل البشر الغلط اللي هو بيعمله او المنكر اللي هو بيعمله او الفحشاء اللي هو بيعملها. طبعا هبه دي بقى قفشت جوزها وعرفت تجيبه وظبطته، وشفت انت اكنها رئيس مباحث، قفشته متلبس. تعمل ايه بقى عشان تحرر الواقعه او تعرف الناس انها على حق؟ صورت لايف او بث مباشر، صورت لايف او بث مباشر، وطبعا الفيديو انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بس مش عارف بصراحة اقول ايه. احنا بقينا في حالة او بقينا في دنيا غريبة عن الدنيا اللي كنا عايشينها زمان. والله العظيم يا شباب، انا كنت افتكر يعني ان زمان كان في خجول، كان في احترام. ما كانش فيه اللي احنا شايفينه دلوقتي، ما كانش فيه اللي احنا شايفينه دلوقتي. ان واحد يبقى ماشي ممكن يشقط ويجيب ويكلم ويعمل. دلوقتي ان واحد يكلم واحده في التليفون يبقى هو محترم وهي محترمه، يبقى هو محترم وهي محترمه. احنا كنا زمان، وقسما بربي انا اول مره اقول الكلام ده، كنا زمان واحنا عيال اطفال صغيره واحنا في ابتدائي كنا بنجيب مجلات ليه مثلا، او مجلات لحريم مثلا، اللي هو ايه، كتفها باين، دراعها باين، حاجات اللي هي ما دلوقتي ما ملهاش اي لازمه. دلوقتي بتتعرض على التلفزيون وبتتعرض بتحط براويز اللي هو بالنسبه لهم عادي يعني. والله العظيم كنت اقول لهم ايه، لا 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 ده فيها 6 شهور حبس، لا لا ده غلط، ده حرام، ده كان في احترام. دلوقتي انت الحاجات دي بالنسبه لهم تسالي، اللي هو ازازه لب ملهاش اي 30 لازمه. الحرام دلوقتي بقى حلال، والحلال بقى حرام، والحرامي بقى شريف، والشريف بقى حرامي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فهبه مسكت جوزها ومعاه 2 ستات. شفتوا الفجر من فجره معاه 2، يعني واحده لا لا ده معاه 2، وقاعد بيها في الجنينه او قاعد بيهم في الجنينه. الباشا معاه واحده على شماله ومعاه واحده على يمينه، تمام، وبيتعاطوا حشيش، بيتعاطوا مخدر الحشيش. طبعا مراته بقى ايه، رسمت الخطه وحبكتها وظبطتها وسابته براحته واديته منوم وروقت عليه وجابت معاها واحده وماسكه الموبايل الجميل ومحضره اللايف الجميل، الله اعلم على تيك توك ولا على ايه. اللايف ده مش عارف عملته على ايه، بس هو انتشر يعني. وفتحت اللايف، بس حظها يعني الفلاش بتاع الموبايل ما كانش ظاهر قوي الناس، يعني ما كانش جايبهم قوي، يعني كانت الدنيا ضلمه. ومسكت جوزها متلبس، هبه مسكت جوزها متلبس مع 2 حريم في الجنينه، تمام، وبتعاطون مخدر الحشيش. هي بتقول له ايه، هي صعبان عليها. انا طبعا لا اعرفها ولا اعرفه، ولكن باين من اللغه وباين من الكلام، باين من اللغه وباين من الكلام. بتقول له انت سايب يا كذا، انت سايب مراتك وعيالك وجاي مع 2 حريم بتتعاطوا مخدر الحشيش.
بتخني. فاحنا مش عارفين بصراحه، مش عارف. هي باين على الست يعني، هي احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه بعينينا. احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه بعينينا. الست دلوقتي ظاهره بمظهر جميل جدا. يعني في الوقت ده المفروض هي من الضغوطات اللي عليها والانهيار اللي هي فيه، واحده شايفه جوزها مع 2 حريم، عايزينها تبقى عامله ازاي؟ المفروض تشيل النقاب وايه وتوري نفسها للناس، واللي هو ده جوزي كذا وكذا، وهيبقى معاها عذرها. هي في موقف ما ينفعش انها تبقى لابسه فيه نقاب او الكلام ده كله، او النقاب هيتشال، ايديها هتيجي كده، ايديه هو يجي كده، الكلام ده كله يعني. الست طول الفيديو النقاب على وشها. لك ان تتخيل عزيزي المشاهد ان الست شافت 2 حريم مع جوزها وانهارت وبتصرخ وبتصوت. هعرض لكم الفيديو دلوقتي، والنقاب لسه على وشها. النقاب لسه على وشها. ايه رايكم؟ يبقى دي نحكم عليها بايه؟ احنا لينا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الحرامي بشيلته. الحرامي بشيلته. احنا لينا باللي احنا شفناه بعينينا. اللي ظاهر قدامنا ان الست محترمه والراجل هو اللي فلاتي، ملهاش كلام تاني. وباين من كلامها بتقول له انت سايبني انا وعيالك وجاي تتصرمح مع 2 حريم، لو كمان بيشرب مخدرات. فمش عارف بصراحه. تعالوا نعرض لكم الفيديو وانتوا تحكموا بنفسكم. يلا بينا ونرجع لكم تاني. انت مالكش دعوه بايه؟ انا اللي عيت مراتك وعيالك كده. عيب. هي راحت فين؟ الله يبارك. ايه ده؟ كده عيب. ايه طب سيبيه 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 انا كمان وانت ما بتسيبني. ايه في ايه؟ طب بس بقى الناس تتفرج عليكم. ايه في ايه تضرب؟ طب عيب كده. طب عيب كده ما تستوعبيش. مالكش دعوه انت. طب عيب. سيبني مالكش دعوه، ما بصوركش انت. سيبني مالكش دعوه. كده مش مبسوطه من ايه؟ عيب كده. عيب. هو انت بتصوري ليه؟ وانت مالكش دعوه. معلش خلاص. زي ما انتوا شفتوا كده، وهي عايزه تجيب الستات من شعرهم وعايزه تجيب مصارينهم بايديها، لان ده طبعا جوزها ابو عيالها وعشره. احنا لما اقعد في الكلمه يعني، انا شفت كذا مره لما يكون مثلا في الحيوانات كلب وكلبه، وتيجي كلبه تانية تهز ديلها للكلب الذكر مثلا، تبص تلاقي الكلبه التانية عاوزه تهبرها. والله انا شفت يعني الحاله دي كذا مره يعني. ايش حال بقى احنا بني ادمين وفينا مشاعر وفينا احاسيس وفينا قلب وفينا دماغ وفينا عقل وفينا. فهي عايزه تجيب الحريم من بطنها، وهو فاجر. وهو ما اقدرش اتكلم غير ان هو راجل فاجر. اللي يعمل حاجات زي كده يبقى راجل فاجر. انت معاك ست محترمه، معاك ست شريفه عفيفه، دي بالدنيا كلها. معاك ست محترمه، دي بالدنيا كلها، دي تسوى الدنيا كلها. معاك ست شايلاك وشايله عيالك، دي بالدنيا كلها. انك تبص بره يبقى انت راجل. احنا بنقول عليها دني او طفس، بنقول عليها دني. هنيجي الفيديو تاني يا شباب، وهو واحد برضو نفس الحوار. اليومين دول احنا مش عارفين في ايه بالظبط. الرجاله بتكون حريمها ليه؟ والله العظيم في ستات تتخان وفي ستات ما تتخانش. يعني في ستات بتبقى مش مديه جوزها حقه، مش قاعده مع جوزها، ما بتتكلمش مع جوزها، ليل نهار في المطبخ، ليل نهار مع العيال، ليل نهار هنا. الراجل ملوش اي اهتمام. ولذلك الراجل بيبقى ليه الاهتمام في اول الجواز، وبعد ما الست ما بتخلف الاهتمام كله بيروح لعيالها، وبتهمل في جوزها. تمام. فنيجي الفيديو تاني يا شباب، وهو واحد جايب واحده في الشقه.
طبعا مراته بقى دخلت عليه، لقيته معاه واحده. تعمل ايه مراته؟ طبعا ساعتها الشيطان اللي بيحصل، اللي بترمي نفسها، واللي بتموت جوزها، واللي بتذبح جوزها، واللي بتسم جوزها، واللي ممكن ترمي نفسها وتموت نفسها، اللي ممكن تموت عشيقته، زي ما بيحصل بقى. يعني هي زي ما هتيجي ايه، بيقول لك ايه، زي ما تدق ارسلها. احنا ما بنعرفش ساعتها بقى ايه اللي بيحصل، لان ده بيبقى تفكير الشيطان، والشيطان بيبقى على وشها. دخلت هي بقى الست دي على جوزها، لقيته مع واحده على فرشتها او في شقتها بمعنى صح. اللي جه قدامها انها تروح البلكونه وعاوزه ترمي نفسها. اللي جه في بالها انها عاوزه ترمي نفسها. طبعا جوزها برضو عايز يطلع من الوعكه اللي هو فيه، تمام، او من البلوه اللي هو فيها. فبيقول لها، هي قعدت على سور البلكونه وعماله تشتم فيه بقى شتيمه وسخه والكلام ده كله، وشتيمه مش حلوه. فبيقول لها ارمي نفسك، ارمي. هو عايز يخلص منها عشان يداري على فضيحته، تمام. وطبعا شتيمه وقله ادب الى اخره يعني. تعالوا نروح للفيديو ونرجع لكم تاني، يلا بينا. كمل ارمي نفسك، ارمي نفسك، ارمي نفسك، ارمي نفسك، ارمي نفسك، كلب، ارمي نفسك. انا هعطلك بالنكد انا هعطلك بالنكد. ماشي ماشي تمام ماشي. ماشي. انت عارف اللي جايه؟ ماشي. عارف اللي جايه وجاي خلصتي؟ زي ما انتم شفتوا كده، هي نازله عليه شتيمه، تمام، والفاظ مش حلوه يعني. وهو كل اللي على لسانه ارمي نفسك، ارمي نفسك. ده بيحبها قوي على فكره والله. هنيجي الفيديو تاني، وكلام بصراحه دخل دماغي من عزة العدوي. كلام دخل دماغي بصراحه من عزة العدوي. كلام مقنع، مش عشان انا راجل وبتحاز للرجاله والكلام ده كله، لا والله. انا مع الحق حق. يعني لو ست معاها الحق، يعني زي الفيديو بتاع هبه دلوقتي، انا قلت الست دي معاها حق ان هي تعمل اللي هي عايزه تعمله في ايه، في جوزها اللي هي مسكته في الجنينه ده. لان الست باين عليها انها ست محترمه، وباين على لبسها وهي منقبه وبتاع، ومع كل اللي حصل ده نقابها ما اترفعش، تمام. فانا مع الحق، ما بتحيزش لايه، لراجل ولا ست. ولكن عزة العدوي بتقول الراجل اللي يتجوز على مراته، تمام، ربنا ايه صرح انه يتجوز 4، تمام، انه يتجوز 4 ستات. بتقول ان في ستات يعني الراجل معاه عذره، الراجل معاه عذره ان هو لو معاه واحده مش حنينه، مش كويسه، ما بتدلوش حقوقه، الى اخره يعني، ليه الحق ان هو ربنا اداله تصريح ان هو يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، تمام. اللي حاله متيسر يعني، اللي حاله متيسر ومعاه واحده مثلا زوجه مش مطيعه، قليله الادب، لسانها طويل. ما هقول لكم على حاجه، الجواز ده عامل زي البطيخه والله العظيم، قسما بالله مش على حاجه بس، ولكن انا بعرفكم يعني الجواز ده عامل زي البطيخه. وقسما بربي، قسما بربي، اصل في ناس بتقول لك ايه، هما الاثنين بيتصنعوا. لا، مش هما الاثنين بيتصنعوا في ايام الخطوبه، بتبقى في ترتيبات هو بيعملها في دماغه، تمام، او في حاجه معينه هو عاوز يوصل لها. وكذلك الامر، هي بتبقى في حاجه هي عاوزه توصل لها، فبتقعد تسايسه او هو بيقعد يسايسها لحد ما بيوصل لايه، للجواز. بعد الجواز معاك شهر، معاك 2، معاك 3، تمام، معاك سنه، مش هقول لك بقى شهور، والاتنين بيظهروا على حقيقتهم. الاتنين بيظهروا على حقيقتهم، بس في رب اسمه الكريم، وربنا لو بيسيب كان ساب الدم مع اللبن. ففي حد من الاتنين دول بيقع في شر اعماله، ربنا ايه، بيوكسه يعني. فطبعا هنيجي للفيديو بتاعنا بتاع عزة العدوي، وكلامها اللي عجبني قوي. بتقول ان الراجل مصرح ليه انه يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. في ستات حنينه، في ستات بتحب
صح. يعني لما بتيجي تحب جوزها او بتحب خطيبها اذا كانت مخطوبه فبتحبه صح يعني. ما بتتصنعش، بيبقى الحب ده من الخطوبه لحد الجواز لحد ما بيعجزوا يعني، بيفضل الحب ده في قلبها ما بيتغيرش. في ستات آه، رجالتها بتبقى على حق انها تعرف عليها واحده او اتنين وتلاته. اصل اقول لكم على حاجه، انا دلوقتي همثل على نفسي مثلا. انا دلوقتي مش لاقي راحه في بيتي، مش لاقي راحه في بيتي، مش لاقي واحده تقول لي كلمه حلوه، مش لاقي واحده اجي من الشغل تعبان تحضر لي مثلا هدوم، اخد دش جميل، تاخدني في حضنها، عامل ايه النهارده، ايه اخبار الشغل النهارده، تكلمني عن الدنيا، وما انا فضفض لها واجيب لها كل اللي في قلبي. والله ده حصل واحد اتنين تلاته اربعه. اصل ما كانش الواحد هيحكي لمراته او زوجته في البيت، هيحكي لمين؟ هيحكي لواحده غريبه؟ المهم، ف بتلاقي حد بره يعمل معاه نفس اللي هو عايزه، ما بيلاقيش الكلام ده في بيته، بيلاقيه بره. تمام. الراجل عامه عامل زي العيل الصغير، الراجل عامل زي العيل الصغير، بيحب دايما ان هو يتعامل معامله الطفل، بيحب ان هو يتعامل معامله الطفل. في ستات ذكيه جدا بتاخد عينين جوزها بالكلمه الحلوه، بتاخد عينين جوزها بالكلمه الحلوه. طبعا ده كان كلام عزة العدوي. طبعا هو الفيديو بتاعها طويل، فاحنا مش هنكمله كله عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش يعني. تعالوا نروح لعزة العدوي ونشوفها هي بتتكلم ازاي. يلا بينا. اللي بيكلم ست على مراته او بيتجوز غيرها مبدئيا كده، هي مش حاجه، مش هو مش نقص في مراته مبدئيا، ولا عيب فيه هو، والله بجد ولا عيب فيه هو. لان هقول لك على حاجه، انا مؤمنه جدا ومصدقه جدا ان بان ربنا يعني صرح له ان هو يتجوز 4. انا بشوف الموضوع ده ازاي، هقول لك انا. الستات كلهم مش بيدوا زي بعض، ودي حقيقه. في ست تديك مشاعر، في ست تديك طبخه حلوه، في ست تديك كلمه حلوه، في ست تفرفشك والله بجد، وفي ست تانية تبقى امك، وفي ست تانية تبقى صاحبتك. والله الكلام ده بجد لو هيضايق ناس كتير يعني. انا بتكلم في الصراحه. الراجل اللي بيتجوز يعني تاني او يعني بلاش نقول ان هو بيصاحب على مراته، يعني بلاش نتكلم في الموضوع ده، انا بتكلم في اللي بيتجوزه. الراجل اللي بيتجوز على مراته هو دايما بيبقى شايف ان هو لقى حاجه ما لقاهاش في مراته الاولانيه، اللي هي ايه مثلا؟ عماد منور. معلش هركز في الموضوع وهركز في الكومنتات. بيجوز على مراته بيلاقي فيها ان هو لقى واحده ست مثلا حنينه او احتوته، او مثلا يا سيدي عاجبه شكلها، البنت جميله جدا حب يتجوزها. انا كست عاقله ما اجيش ابقى متجوزه وعندي عيال او ما عنديش عيال واقول للراجل اللي اتجوز عليا: هو انت اتجوزت عليا؟ وانا وحشه؟ وانا فيا عيب؟ ونكد عليه وعلى اللي خلفوه لمجرد ان هو اتجوز عليا. طب ما هو اتجوز عليكي، هو حرمك من حاجه؟ طب هو اتجوز عليكي وما قالكيش، ما هو عشان ما يجرحكيش مش عشان ما يخسركيش. في رجاله لما بتتجوز ما بتبقاش عايزه تجرح الست، مش بتخاف منها. او خلي بالكم اقول لكم على حاجه واللي انتوا مش فاهمينه تقريبا، ان الراجل قادر يتجوز ويطلع عادي. مش زي ما انتم شفتوا كده عزة العدوي وهي بتتكلم كلام عاقل جدا جدا. ممكن الكلام ده ما يعجبش بعض الستات يعني، عاوز اقول لكم يعني الكلام ده، وطبعا الستات بتحب الست اللي تهاجم في الراجل. الستات بتحب ان الست تهاجم في الراجل او الراجل يهاجم في الراجل، المهم ان هو الراجل يتهاجم وخلاص. تمام. ولكن ما بتحبش حد يقول كلمة حق او كلمة كويسة على اي راجل. تمام. او نقول أي كلمة حق، لان في رجالة برضو وحشة زي ما في ستات وحشة يعني. احنا برضو نقول اللي لينا واللي علينا. تمام. هنيجي يا شباب لفيديو تاني، الفيديو معانا الاخير وهو للسويسي. عمل فيديو كده على الماشي كده هو ومراته، تمام، اللي هي الاجنبيه دي.
فيديو جميل وكوميدي ومضحك والكلام ده كله. هو طبعا طالع لها او رايح لها المطبخ، فبيظهر لها بقى عضلاته، فهي بتمسكه من هنا كده وبتاع، تتريق عليه. تمام. فبيقول لها انا عايزك تعملي لي ايه؟ عاوزك تعملي لي بط ووز. ماشي، هو فلاح طبعا شكله كده. انا عاوزك تعملي لي بط ووز مش عارفه ايه. المهم في اخر الفيديو سكتت وراحت قالت له ايه؟ يلا يا روح عند امك. تعالوا نروح للفيديو ونرجع لكم تاني. انت يا مرة ايه دي؟ عضلات. جوزي. ايه رايك في الفل؟ والله فيلم حلو؟ اسمعي بقى، اه انا عاوز اكل محشي اه وفراخ وبط، لا اما احل راس امك وعليها روح، لا اما تروح عند امك. انا راجل وكلمتي انا هتمشي في ام البلد دي، لا اما هنحضرك. والله اطبخ من غير ما تتكلمي. الخضروف بره بره فين؟ الخضروف عند عند امه ام مين؟ يلا يا بقى افتحوا النبر ملبوس، هاخد برضه والله بضحك، ده فيديو بس. افتحي بقى. زي ما انتوا شفتوا كده السويسري، وعمل فيديو كده ايه ظريف كده مع مراته، طلع لها بعضلاته بقى وبتاع، واصلا كله ايه عامل زي خشب الله عبد الناشف. كده خلصت حلقتنا حبايبي اخواتي. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم، ففضلا وليس امر. لو حابب تحط اللايكين مع بعض حط لايكين مع بعض، اشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يجيلك كل جديد. وفي نهايه الفيديو بتاعنا اقول لكم السلام عليكم.